ازاي تبدأ من تحت وتوصل للي حلمت بيه طول عمرك؟ الإجابة مش في الظروف ولا في الناس، الإجابة في الكلام اللي هتسمعه دلوقتي. ناس كتير فاكرة إن النجاح بيجي بالحظ أو إنك تكون في المكان الصح وفي الوقت الصح، لكن الحقيقة إن البعض بيغفل عنها إن النجاح الحقيقي بيجي من اتخاذ القرارات الصح وإنك تبني نفسك كل يوم من الصفر لحد ما توصل للقمة. وربنا وضح لك في القرآن الكريم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني التغيير اللي أنت عاوزه بيبدأ منك أنت، فانت اللي لازم تبدأه بنفسك عشان تقدر تغير واقعك. لان الناس بتشوف القمة وما بتشوفش الرحلة اللي انت بدأتها من تحت، وما بين البداية والنهاية في رحلة طويلة لازم تتحمل كل التحديات وتتعلم من كل الاخطاء اللي بتخطئها، لان بناء الذات مش سهل، لكن لو بدأت دلوقتي هتشوف النتيجة بكرة. لو عايز تبني نفسك من الصفر لحد القمة، خلي كل يوم في فرصة جديدة للتطور، وقول لي تحت في الكومنتس ايه اول خطوة تاخدها لو عاوز تبني نفسك من الصفر. فلو الكلام ده حرك جواك حاجة فاعمل لاف فولو، واستناني الريلز اللي جاي هنتكلم فيه عن كسر الحواجز النفسية اللي بتوقفك عن طريق النجاح.